شافوا في تقريبا حاجه نزلت على النت من واحد من اعضاء حمله حمدين صباحي في زهراء المعادي، وعبد الرحمن نشط من النشطاء اللي ساعدوا في حمله حمدين صباحي في منطقه زهراء المعادي. انا نفسي واحده من الناس اللي كان عبد الرحمن بيروح يجيب الصور بتاعه حمدين وبلزقها، ولو جيتوا عند البيت عندنا هتلاقيها على كل سور الشركه اللي قدام العماره، وانا بتلزقش في حمدين صباحي علشان عيب لما يبقى ناشط من النشطاء وبيساعد، وحمدين عارفه شخصيا. وعندك الفيديو اللي بيقول ان واحد وبعدين عبد الرحمن بيعتبره طبعا ما بياخدش منهم فلوس عشان يساعد، عبد الرحمن بيعملها دعايه وعاملها كده علشان خاطر حمدين صباحي مش اكتر. مش عارف كنت عندك واحد من الاساسيين اللي هم في حمله حمدين صباحي اعلن عندكم على النت، انا شفته انا كمان، قال ان عبد الرحمن كان معاه في نفس الحمله بتاعته في منطقه زهراء المعادي، فعيب قوي لما ينكر، عيب لما ينكر. عبد الرحمن ما بقاش تهمه دلوقتي عشان هو ينكره، سواء ولعلمك اي شاب هيقع برضه حمدين وغيره وغيره هينكروه، لان هم عايزين يطلعوا بس، لكن هم يقفوا مع العيال دي لا، هم عايزين يطلعوا، هم طلعوا على كتاف العيال. قولي لي كده مين من الولاد بتوع الثوره وصل لاي مركز او كان هدفه ابدا ان هو يوصل لمركز او وظيفه او ما حدش منهم وصل، لكن هم اللي وصلوا. وعلى فكره بالنسبه لحمدين صباحي اي حمله هينزلها سواء بقى برلمان او انا اول واحده هقف ضده وهشحن كل الناس ضد حمدين صباحي، لان هم كده على فكره ظهروا على حقيقتهم ان هم بيضحكوا على كل الولاد دول. بس مش هقول لك اكتر من كده. جيت النهارده عشان اساعد الناشط عبد الرحمن عيسى اللي كان معانا عضو ناشط في حركه حمدين صباحي رئيسا في الجوله الاولى من الانتخابات المصريه بالمعادي، وامبارح عملنا فيديو وطلعت فيه وقدمت التوكيل طبعا بما اننا في عصر التخوين وكله بيخون بعضه، وطلعت بالتوكيل وقلت شهادتي ان عبد الرحمن كان احد النشطاء معانا في منطقه زهراء المعادي. وعبد الرحمن من اول يوم اللي بيقولوا عليه فلسطيني، من اول يوم من يوم 28 موجود معانا في ميدان التحرير ونازلين مع بعض، ومن احسن النشطاء واخطر الناس المخلصين للثوره.